مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من المشجع اف ام. كما كان متوقعا الزمالك بطلا للدوري المصري في هذا الموسم. الزمالك حقق المطلوب منه، فوز اقتصادي على سيراميكا، هدف نظيف كان يكفي الزمالك للتتويج ببطوله الدوري. ولكن السؤال هو الزمالك يستحق بطوله الدوري؟ بالتاكيد يستحق التتويج ببطوله الدوري. ليه؟ اولا الزمالك هو الاكثر استقرارا من الناحيه الفنيه، ماليش دعوه بالناحيه الماديه، ماليش دعوه اداريا، ولكن فنيا داخل الملعب كان الاكثر استقرارا. الزمالك نجح في استغلال سقوط الاهلي في بدايه الموسم في مرحله معينه، وفي الفتره بتاعت شهر مارس في مرحله تانية نجح في استغلال تذبذب مستوى بيراميدز على فترات كتير من الموسم، بالذات بعد بطوله افريقيا. نجح في استغلال قلة خبرات سيراميكا وعدم تمسكه بالصدارة. الزمالك طول الوقت كان بيتسحب وماشي بهدوء وماشي بتركيز، وفي نفس الوقت محدش كان مركز معاه. الزمالك منح الفرصة لاعب زي بزيرة، تألق ونجح وعمل شغل كويس جدا. منح الفرصة لبعض اللاعبين الصغار سنا في وجود عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد وفي وجود أيضا أحمد فتوح. الزمالك نجح بالمهدي سليمان في ختام الموسم على أحسن شكل ممكن. الزمالك يستحق بطولة الدوري. أنا كمشجع أهلاوي شايف إن الأهلي هذا الموسم لا يستحق أكتر من المركز الثالث. الأهلي جمع في تشكيلة واحدة تشكيلة الأحلام، نجوم. لو سألت أي مشجع أهلاوي ما يجيش في دماغه إن هو يختار يبقى الفريق فيه زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وإمام عاشور ومروان عطية، تشكيلة الأحلام. ولكن تم إدارة هذه التشكيلة من اللاعبين بأسوأ طريقة ممكنة. الأهلي افتتح الموسم مع مدرب سيء جدا روبيرو، وافتتح الموسم بنتائج سيئة جدا وبأداء سيء. الأهلي في أول 3 مباريات متعادل مع مودرن في مباراة واحدة من أسوأ المباريات اللي الأهلي لعبها في تاريخه، خسارة أمام بيراميدز. فأنت في أول 3 ماتشات أنت بسم الله الرحمن الرحيم كده أنت مضيع 5 نقط. على مدار الموسم حتى لما تورب جه وحصل شيء من تحسن الاداء في بعض الاوقات قبل بطولة افريقيا، انت برضو ما كنتش اول، انت كنت يا تالت يا رابع يا تاني وماشي بهذه الصورة. بعد بطولة الافريقية الاهلي سقط بصورة مدوية، نتائج مباريات غريبة بالذات على صعيد الدوري. الاهلي خسر من الجيش في مباراة بلا تفسير وبلا معنى. الاهلي تعثر امام سيراميكا 1-1. انا عارف طبعا الماتش ده الاهلي تعرض لظلم تحكيمي، ولكن من امتى كجمهور الاهلي بنقعد نتكلم عن الظلم التحكيمي؟ حتى بالمناسبه الاهلي لو كان اتحسب له ضربه الجزاء والاهلي كان كسب، برضه ما كانش الاهلي هياخد الدوري. الاهلي بيعاني فنيا الموسم ده، والسبب الاول هو ترب والاداره. الاهلي عشان يرجع تاني الموسم الجاي، لا انت محتاج شغل كتير جدا جدا جدا. نفس الكلام بيراميدز بدأ الموسم بتعادل سلبي قدام دجلة، وبعدين فاق شوية، وبعدين حصل تراجع، وبعدين فاق تاني. طب السبب في ده ايه؟ السبب في ده انه بيراميدز قرر ان هو ياخد الصفقات اللي كان الاهلي متارجتها، وبغض النظر هي مهمة او غير مهمة، المهم ان احنا خدنا الصفقات بتاعت الاهلي. بيراميدز جاب ايفرتون الجناح اللي كان الاهلي بيفاوضه ب 3 مليون دولار ولم يحقق معاه اي شيء. بيراميدز جاب عودة الفخوري، في معظم المباريات هو لعيب بديل ولعيب لم يقدم الاداء اللي تخليك تقعد تفكر كده يا لو ده كان جه الاهلي. لا طبعا. نفس الكلام حامد حمدان بقى ما بين ماتش اساسي وماتش بديل. بيراميدز الموسم ده شغل نفسه بالاهلي اكتر بكتير ما شغل نفسه ببطولة الدوري، فهيبقى امر طبيعي انه بيراميدز لا يستحق ابدا بطولة الدوري. نرجع مرة تانية ونقول الزمالك استحق بطولة الدوري لانه كان الاكثر تركيزا. الزمالك استحق بطولة الدوري لانه نجح عن طريق معتمد جمال وعن طريق جون ادوارد ان هم يديروا الفريق اللي بالمناسبه امكانياته مش محدوده، في لعيبه كويسه جدا، وفي لعيبه في المنتخب ولاعيبه دوليه ولاعيبه مؤثره، وفي اجانب ممكن يكونوا افضل من الاجانب اللي في الاهلي وافضل من الاجانب اللي في بيراميدز. ولكن قصه المشاكل الماليه والمشاكل الاداريه اكيد بتترك اثر. في النهايه الزمالك بطل الدوري. الاهلي عشان يرجع محتاج شغل كتير جدا. بيراميدز اعتقد السنه الجايه هيمر بحاله من حالات تغيير الجلد بشكل كامل. يورتيتش ماشي، في كلام ان في الشيبي ماشي، في بعض اللعيبه ماشيين، فاعتقد بيراميدز هيبقى له شكل مختلف تماما في الموسم القادم. الزمالك بطل الدوري، والاهلي يحتاج لتدخل عاجل وسريع من اجل غربله الفريق
وتعيين مدير فني جديد في أقرب وقت. شكرا ليكم، سلام.